اللي داقهم كيحماق عليهم. هادي راه كلشي كيحماق عليها، لا الكبار ولا الصغار، غير الشكل ديالهم كيشهي ما شاء الله. والكاطو ديال باغي بغاز ديالنا موجود. هاد لا كريم احسن كريم براليني غادي نجربوها في حياتكم. باش تعرفوا العجين ناجح، الا هزيتوا العجين بهذا الشكل كيبقى لاصق عندكم. وغادي نتعلموا اليوم حتى طريقه تحضير طبقات الكخاكله مقرمشين من برا وخفاف بزاف وخاون من الداخل. شوفوا معايا هانتو الشكل ديالهم من الداخل. قبل ما نبداو سمحوا لي بزاف، خوكم حقر عليا البرد، حقرات عليا كورونا وما وافقنيش الجو ديال كندا. الفيديو ديال اليوم غادي نعطيكم جميع الاسرار ولي تكنيك اللي يخليو باتاشو تنجح معكم من اول تجربه، واخا غير في فران عادي ديال الدار. واهم حاجه اليوم هو التركيز. نبغيكم تركزوا مزيان في الطريقه ديال التحضير، حيت ما نبغيش شي واحد فيكم يمشي يجربها ويرجع يقول لي ما نجحتش ليا. وغادي نبداو على بركه الله بالكراكله او الطبقه المقرمشه اللي كتكون من الفوق. غادي نحتاجو فيها 100 غرام ديال الدقيق و100 غرام ديال السكر البني، 80 غرام ديال الزبده حيوانيه، والزبده ضروري تكون بدرجه حراره الغرفه. وغادي نحتاجو رشه صغيره ديال الملح. كناخذوا اناء نوضعوا فيه الدقيق، نزيدوا عليه السكر البني، نزيدوا الزبده. والزبده هنا ضروري تكون بدرجه حراره الغرفه، تكون الزبده رطبه بهذا الشكل. نزيدوا الرشه ديال الملح ونخلطوا هاد المكونات مع بعضهم حتى نحصلوا على عجين متماسك. هنا الزبده كتدخل في السكر وفي الدقيق كيولي عندنا خليط واحد. احسن تاخذوا تحطوه فوق الطاوله وتدلكوه شويه مزيان. وهذا هو الشكل والقوام ديال العجين اللي غادي نتحصلوا عليه. ناخذوا هذا الخليط ونوضعوه على ورق طبخ، نسرحوه بيدينا بهذا الشكل شويه، ثم ناخذوا ورق طبخ واحد اخر وناخذوا مدلك ونسرحوا هذا العجين حتى نحصلوا على طبقه ديال العجين اللي تكون رقيقه بزاف. وكنرقوا العجين مزيان حتى نحصلوا على عجين بهذا الشكل. هذا هو القوام والسمك المطلوب. نوضعوه في طاوه او في صحن وغادي ندخلوه للمجمد حتى يشد عندنا مزيان تقريبا لمده نصف ساعه. مقادير الباتاشو غادي نحتاجو ربعه ديال البيضات، 125 غرام ديال الحليب، 125 غرام ديال الماء، رشه صغيره ديال الملح تقريبا راس ملعقه، زوج ملاعق ديال السكر تقريبا 30 غرام، و80 غرام ديال الزبده، زبده حيوانيه، و150 غرام ديال الدقيق. هادو هما المكونات الساهلين وبساط بزاف. ناخذ طنجره نوضعوا فيها الزبده، نزيدوا عليها الحليب ونزيدوا الماء، رشه الملح وزوج معالق ديال السكر، ونخليوهم على نار مهيله توصل عندنا هذا الخليط لدرجه الغليان. غير يوصل عندنا الخليط لدرجه الغليان نضيفوا عليه الدقيق، ناخذوا سباتيلا ونخلطوا مزيان، ديما على النار تكون خفيفه بزاف. الخليط كيتجمع عندنا هنا وتيولي عندنا عباره عن عجين. كما كتشوفوا كنبقاو نخلطوا بهذا الشكل حتى كنشفوه مزيان وكيولي عندنا هذا الخليط كتله وحده. وكنبقاو نخدموا في هذا العجين على نار مهيله بزاف تقريبا لمده 2 دقائق حتى كينشف عندنا ويتجمع ويولي كتله وحده بهذا الشكل. كنزولوه من على النار ونزيدو نخدموه واحد دقيقه واحده اخرى حتى كيبرد عندنا شويه. ما كنخليوش حتى تيبرد بالمره، غير حتى كيولي دافي ما يبقاش يحرقنا في الاصابع ديالنا. كناخذوا 4 البيضات ديالنا نوضعوهم في اناء ونخلطوهم تخليطه خفيفه. ما كنخلطوش البيض هنا بزاف، غير خلطه خفيفه بهذا الشكل. نوضعوا العجين في الخلاط. وبالنسبه للراس ديال العجانه غادي نستخدموا هذا النوع. خدموا الماكينه على سرعه خفيفه، ضروري تحطوا يدكم هنايا وتاكدوا ان العجين عندنا ما بقاش سخون بزاف، خصو يكون غير دافي واحد شويه. وبالنسبه للبيض غادي نزيدوه على 3 ديال المراحل. نزيدوا الثلث الاول ونخليوه حتى يتخلط مزيان مع العجين ويتجمع عندنا. غير يبدا يتجمع عندنا نزيدوا الثلث الثاني ديال البيض ونزيدوا شويه في السرعه ونخليوه حتى يتجمع مره اخرى. وان فوا يتجمع عندنا العجين بهذا الشكل نوقفوا الماكينه ونحلوها، ناخذوا سباتيلا ونخلطوا العجين فحال هكذا، نجبدو من التحت باش ما يبقاش لاصق عندنا
في القاع ديال الماكينه ونتاكدوا ان هذا العجين غادي يتخلط كامل مزيان. نضيفوا الكميه اللي بقات عندنا ديال البيض، نرجعوا نسدوا الماكينه، وهاد المره غادي نخلطوا على سرعه متوسطه. الا كانت عندكم الماكينه على 10 كديروها على 5، الا كانت عندكم على 8 كديروها على 4. وهكذا العجين ديالنا موجود كيف ما كتشوفوا. هذا هو الشكل والقوام اللي خصكم تحصلوا عليه. ونوضعوا الخليط ديالنا في الجيب الحلواني. وبالنسبه للكروكومبوش غادي نديروهم بهذا القياس وبهذا الشكل. من الاحسن انكم تلصقوا ورق الطبخ بشويه العجين باش ما يبقاش يتحرك عندكم ويسهل عليكم الخدمه. وكنحضروا قطع بهذا الشكل وبهذا القياس. حاولوا انكم ما تكبروهمش بزاف، ما يكونوش كبار لا في العرض ولا في الارتفاع. هذا الخليط تقريبا راه كيعطيكم ما بين 35 حتى 40 حبه. وبالنسبه للكاطو ديال باري بريس ناخذوا ورق طبخ، ناخذوا شي حاجه تكون دائريه ما تكونش كبيره بزاف، ناخذوا قلم ونرسموا دائره في وسط ورق الطبخ بهذا الشكل. وناخذوا طاوه ديال الفرن نحطوا عليها ورق الطبخ اللي رسمنا عليه دائره، ديما الجهه اللي رسمنا عليها هي اللي من التحت. وهنا حاولوا ما تكبروش الدائره لان العجين عندنا من بعد غادي يكبر وغادي يتنفخ، فحاولوا انكم تخليو شويه ديال ليسباس من الجناب. وندوروا العجين ديالنا على الدائره اللي درنا بهذا الشكل، وغادي نجيو من الداخل ونديروا دائره اخرى بالعجين، وغادي نزيدوا فوق منهم دائره اخرى. كنخرجوا العجين الاول من المجمد، كناخذوا الصحن اللي رسمنا به دائره في الاول وما كنقطعوش على نفس القياس، كنقطعوا على قياس كبر منه تقريبا بصبع واحد بهذا الشكل. كنزولوا الصحن، هالعلامه ديالو باقا هنا، وغادي نجيو وغادي نقطعوا الصغر منه بصبع واحد ثاني. نحيدوا الجوانب، هاد الجوانب غادي نعاودوا نجمعوهم وكنعاودوا نسرحوا ونخدموا به مره ثانيه. غادي نحيدوا هذيك الطبقه اللي الوسط حتى يبقى عندنا غير العجين دائري. وهنا الا جاكم العجين رطب بزاف فممكن ترجعوا للمجمد مره اخرى لمده 5 دقائق حتى يشد في راسو مزيان. ودابا غادي نغطيو عجينه الشو بطبقه الكراكلان اللي حضرنا في الاول. وبالنسبه للكروكومبوش ناخذوا قاطع يكون صغير بهذا الشكل، يكون شويه كبر من قطع الكروكومبوش اللي حضرنا. نقطعوا اقراص بهذا الشكل، كناخذوا الاقراص ديالنا وكنوضعوهم فوق من العجين باش هكذا نحصلوا على ديك الطبقه اللي كتكون مقرمشه من الفوق وكيجي الشكل ديالها جميل. ومني كنغطيوهم بهاد لاباط كيرتفعوا وكيتنفخوا اكثر. وغادي ندخلوهم للفرن. وهنا ركزوا معايا مزيان حيت هذه اهم لحظه في هذا الفيديو. الناس اللي عندهم فرن مزيان كتسخنوا على 175 درجه وكتدخلوا الباطاشو ديالكم لمده 25 دقيقه حتى ل 30 دقيقه. والناس اللي عندهم فرن عادي غادي تشعلوه غير من التحت، تسخنوه مزيان على 175 درجه او على نار متوسطه. وغادي ديروا 2 طبقات، الطبقه التحتانيه غادي ديروا فيها طاوه خاويه، والطبقه الثانيه غادي تحطوا فيها الطاوه ديال الباطاشو او ديال باري بريست. هكذا النار او الحراره كتوزع مزيان في الفرن وما كتضربش مباشره في الطاوه اللي حاطين فيها العجينه ديالنا. والناس اللي عندهم فرن عادي وما كينجحوش ليهم بزاف ديال الانواع ديال الحلويات راه المشكل دائما كيكون في الفرن. تبعوا هذه الطريقه وغادي ينجحوا معكم بزاف ديال الوصفات. ومن بعد ما كنخرجوهم من الفرن هذا هو الشكل ديال لي كروكومبوش ديالنا. كيف ما كتشوفوا ما شاء الله الشكل ديالهم زوين، ارتفعوا وجاو مقرمشين من برا كيف ما كتشوفوا، خفاف بزاف وخاون من الداخل. شوفوا معايا هانتو الشكل ديالهم من الداخل خاوين بالمره. غادي تعملوا لهم غير ثقب من التحت وتعمروهم باي كريمه بغيتو. وهذه عجينه الباري بريست حتى هي كتجي مقرمشه وخفيفه. ممكن تعمروها بكريم باتيسيير بموس الشوكولات او باي كريمه حبيتو. انا نصف الباطاشو اللي حضرت عمرتهم غير بالكريم باتيسيير واستعملت البودره اللي كتباع موجوده. ومني كتحضروها كتوضعوها في شي اناء وكتخليوها حتى كتبرد. ومني كتبرد عندنا الكريمه كنديروها في جيب حلواني، ناخذوا القطع نعملوا لها ثقبه من التحت ونعمروها.
وهالي كروكومبوج ديالنا موجودين، او ممكن تعمروهم بالكريم براليني بهذا الشكل. وباش تحضروا الكريم براليني غادي تحتاجوا للبندق. الا ما كانش عندكم البندق او النوازيت ممكن تعوضوه باللوز وتتبعوا نفس الطريقه. كندخلوه للفرن يتحمر لمده 10 دقائق، وفاش نخرجوه من الفرن نقشروه بحال هكذا. وهذا هو البندق او النوازيت ديالنا. من بعد ما قشرناه كيف ما كتشوفوا كاينين شي حبات كيبقى لاصق فيهم القشور ما كيبغيوش يحيدوا، فهذا كيبقى عادي ماشي مشكل. وغادي نحتاجو الكاس واحد ديال السكر وملعقه واحده ديال الماء، ونخليوهم على نار مهيله حتى يولي عندنا هذا السكر كراميل. فانا السكر عندي تكريستاليزا من الفوق، هذا ما كيعنيش ان الكراميل فشل عندكم، عادي. غادي نضيفو النوازيت ديالنا او البندق وغادي نخلطو كلشي مزيان، ونبقاو نخلطو حتى يذوب عندنا داك السكر ويرجع كراميل بهذا الشكل. نوضعوه في طاوه ونخليوه حتى يبرد، ومن بعد ما كيبرد كنكسروه بهذا الشكل وكنديروه في خلاط ونطحنوه مزيان. ففي الاول فاش كتبداو تخلطوه كيرجع عندكم بودره بهذا الشكل، لكن كتواصلوا الخلط حتى كيرجع عندكم عباره عن خليط سائل. وهكذا البراليني ديالنا جاهز كيف ما كتشوفوا. هذا هو القوام ديالو. وبالنسبه للكريمه اللي غادي نعمرو بها، فكريم براليني في العاده كتعمل بالزبده، لكن انا اليوم غادي نحضرها بالفروماج حيت كنعرف بزاف ديال الناس ما كيبغيوش الزبده بزاف، فغادي نستعمل الجبن الكريمي اللي غادي يعطينا بطبيعه الحال نتيجه احسن من النتيجه ديال الكريم اللي كتكون بالزبده. غادي نستخدموا هذا النوع ديال الرؤوس ونبداو بسرعه خفيفه. وغادي نبداو باضافه الكريم باتيسير اللي حضرنا، تقريبا مع كل نصف لتر ديال الكريم باتيسير كنستخدموا 250 غرام ديال الجبن او 250 غرام ديال الزبده. كيف ما كتشوفوا اللون والقوام ديال الكريمه عندنا كيبدا كيتبدل. ودابا غادي نزيدو البراليني اللي حضرنا، وهكذا الكريمه ديالنا موجوده. نوضعوها في اناء ونغطيوها بلاستيك غذائي وندخلوها الثلاجه ترتاح لمده ساعه واحده حتى تماسك عندنا باش تجينا سهله في التعمار ديال لي كروكومبوش ولا ديال الباري بريست. وكتعمروا بها كاطو الباري بريست او تعمروا بها قطع الباتاشو، وممكن تستخدموها في بزاف ديال انواع الحلويات وكتستمتعوا بواحد المذاق اللي كيكون لذيذ بزاف واكسبسيونيل. وبالنسبه للطبقه اللي كتكون فوق فالطريقه الكلاسيكيه كيرشوها غير بالسكر كلاصي، لكن حنا اليوم باش نخليو الشكل ديالها اجمل غادي نغطيوها شويه ديال الكراميل وشويه المكسرات من الفوق. اي فوالا، هذه هي الباري فريز ديالنا باسهل طريقه. وهذا كان الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه نال اعجابكم. ما تنسوش كيف ما ديما المشاركه وتخلوا لي زر لايك، وانا نلقاكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.